المهندس حسام كان راجع من شغل تقيل في القاهرة، والساعة كانت داخلة على 7 بالليل، والدنيا كانت مغيمة. فجأة تليفون بيرن ورقم غريب، صوت مهزوز لكن صارم. باشمهندس حسام، لازم تيجي موقع في الإسماعيلية حالا، في مصيبة وكل حاجة واقفة، مفيش حد غيرك ممكن يحلها. بس يا فندم أنا لسه راجع في الطريق والجو الخط قفل. حسام وقف شوية، قلبه بيدق، مفهمش اللي بيحصل، بس الصوت كان واضح وفيه رعب مش طبيعي. لبس حسام بسرعة وجهز شنطته الصغيرة، طلع على عربيته، وأول ما بدأ يتحرك المطر نزل بغزارة، والبرق ضرب السما كأنه شقها نص، والرعد بيهز الأرض تحت العربية. الدنيا كانت سواد بمعنى كده. بعد شوية في الطريق حسام بدأ يحس إن العربية بتتهز والموتور بيرج العربية، وفجأة العربية وقفت تماما، والشارع فاضي، لا نور ولا بشر، بس في يافطة قديمة متهالكة مكتوب عليها بخط جلد: استراحة الراحة على بعد 1 كيلو. نزل من العربية، المية كانت لحد رجله والهدوم اتغرقت، بس ما كانش قدامه غير ان يمشي في الطين والضلمة. بس كان حاسس احساس غريب قوي، كأن حد بيراقبه من بعيد. اصوات بتيجي من الشجر، تنهيدة مش بشرية، صدى خطوات بس مش بتاعته. وصل الاستراحة بعد عناء، هدومه متوسخة، وشه شاحب، عينه كلها طماطم. دخل المكان لقاه شبه فندق قديم، وفي الاستقبال راجل أصلع طويل، عينه غامقة مفيهاش أي تعابير. آسف يا باشا، الفندق كله محجوز الليلة، والمطر حبس ناس كتير. يا عم أنا مش طالب كتير، هدومي مبلولة وعربيتي عطلت، تبقاش انت والدنيا عليا، بالله عليك شوف لي أي أوضة وخلاص، مشي حالك يعني. الراجل فضل ساكت وباصص لحسام في عينيه، وبعدين بص على مفاتيح كتير كده متعلقة ورا ظهره، باين عليها إن ما استخدمتش من زمان. قال له هخليك تبات، بس تسمع كلامي كويس قوي. هتبات النهاردة بس، مهما حصل ما ترجعش هنا تاني. حسام هز راسه، أخد المفتاح وطلع على الدور التاني، والأوضة كانت في آخر الطرق. طول ما هو ماشي سمع صوت في الأرض والحيطان كأنها بتتنفس. دخل أوضته، كانت قديمة أوي، ريحتها مريبة، الفرش مش مريح، والإضاءة خافتة، وفي مراية كبيرة قدام السرير بس متغطية بقماشة سودة. رمى نفسه على السرير وقال مش مهم، أنا تعبان وعايز أنام. طفى النور وساب نفسه للهدوء، لكن بعد شوية بدأ يسمع صوت خفيف قوي زي همس، كأن في حد بيتكلم جنبه. في الأول تجاهل الصوت وقال أكيد ده صوت المطر، لكن الصوت بدأ يعلى ويقرب، بدأت همهمة فيها غضب. فتح عينه لقى القماش اللي على المراية وقع لوحده. أما الخض راح للمراية، بص فيها مفيهاش حاجة، لكن وهو بيبص ظهر له تاريخ مكتوب على الإزاز بالنار: 6 إبريل 2015. اتجمد مكانه، ده نفس تاريخ النهاردة بس من 10 سنين. رجع خطوة لورا، نور الأوضة ولع لوحده، كان ضعيف مش ثابت، قعد يرعش كأن نور الأوضة بيموت. صوت ضحك خفيف بدأ يملى المكان طالع من تحت السرير، ضحكة طفلة بريئة لسه صغيرة. حسام جري بسرعة وفتح باب الأوضة، بس الباب مش
مش راضي يفتح. مسك التليفون الارضي وحاول يكلم الريسبشن باقصى سرعه. الخط ما بيرنش، الصوت بقى يعلى في كل المكان. دلوقتي في همسات بتقول اسمه: حسام. رجع. بص تاني للمراية، لقى ورا ظهره في انعكاس شخص، بس المرة دي الشخص ده واقف، جسمه بيتحرك بس وشه ثابت. وشه كان وش حسام بس مش هو، ده وش متعفن ميت، عينه مقلوبة ودمه سايح من بقه. صرخ حسام بصوت عالي وبدأ يضرب الباب برجله ويكسر فيه. في اللحظة اللي الباب فتح فيها الدنيا كلها سكتت، ما بقاش فيه أصوات ولا نور ولا أي حاجة خالص. حسام ما بقاش فاهم فيه ايه. خرج يجري من الأوضة، نزل السلم وهو بيترعش، لكن في الطريق شاف نفس الراجل بتاع الريسبشن واقف آخر الطرق. ابتسم ابتسامة غريبة قوي وقال: كنت فاكر انك هتهرب. حسام خرج من باب الفندق وفكر ان هو هرب. خرج جري والمطر زي السكاكين فوق دماغه، والبرق بيديله ومضات سريعة للمكان حواليه، كأنه مشي وسط كوابيس. قلبه بيرفرف زي طير مدبوح ونفسه متقطع، وبيصرخ وهو بيخبط على كل باب يقابله في المكان المهجور، لكن مفيش ولا باب بيفتح. مفيش غير الصدى وريحة الخشب المتعفن والصمت اللي بيصرخ بصوت أوحش من الضجيج. وفجأة راجل غريب ظهر قدامه، ملامحه باهتة، عينه كلها حزن، وشه عليه علامات حروق قديمة، وصوته خشن كأنه طالع من بطن القبر. انت ايه اللي جابك هنا؟ ما لقيتش غير النهارده وتيجي؟ حسام مش قادر يرد، ولسانه مربوط وجسمه بيرتجف من الخوف. لو انت في مكان حسام ممكن تعمل ايه؟ هل هتكمل في اللي انت فيه ولا هتقرر انك تهرب؟ كنت بره وسمعتك، بس خلي بالك الليله كانت ليها تمن. انا ساعدتك تخرج، بس المره الجايه مش هقدر، مش هتلاقيني. ما تلفش وما تبصش، ما تسمعش، ما تفكرش، ما تتكلمش، بس اجري. وحسام بيبص له لاخر مره. فجاه راجل الاستراحه بدأ يصرخ بصوت مش طبيعي. جحيم طلع من الارض، نار مسكته في وشه كأنها بتسلخه وهو عايش. صوته اتخنق في الحريق ووشه اختفى من اللهيب، لكن اخر كلماته كانت: اجري قبل ما هم يخرجوا. حسام جري وفضل يجري 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 لحد ما وقع على وشه في الطين. رجله اتلوت بس قام تاني وسحب نفسه على الطريق زي المجنون. العربيات كانت بتعدي من جنبه بس ولا واحدة وقفت. في عربية شحن كبيرة وقفت، سواقها شافه لكنه كده بصله بصة غريبة ما راحتهوش. كمل طريقه كأنه شاف شبح مش إنسان، وفضل حسام يجري 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 لحد ما وقع يخان. أنا هسيب لك النهاية مفتوحة، بس عايز أقول لك حاجة: القصة ما خلصتش، القصة ليها كمالة، وحسام لسه عايش. بس برضو انت لو مكانه هتستنى ولا هتجري؟